اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها في سياح جنات يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، والنهاردة فيديو جديد بقى جاي لكم كده بحاجة حلوة كده تطري على القلب، ونستخدم فيها شوية مانجا كده. ايه لازم نوظف المانجا في كل حاجة في حياتنا بقى، يعني انا لو طول احمرها مكان البطاطس هحمرها، بس يعني المانجا تعتبر خلاص بقت بتمن البطاطس واحتمال ارخص كمان. بعت بقى جبت 2 كيلو لبن كده بخير، ولبن لبن حليب مش معلبات يعني، من عند حد موثوق منه عشان يبقى اللبن يعني يبقى تمام. المهم بعت جبت 2 كيلو هغليهم بقى. الكمية دي انا عاملاها ب2 كيلو، لو انتي عاوزة تعملي بكيلو اعملي بقى الكمية النص. يعني مثلا ال2 كيلو هياخدوا كوباية رز، انتي اعملي الكيلو هياخد نص كوباية رز. ال2 كيلو هياخدوا كوبايتين سكر، اعمليها تاخد كوباية سكر كده يعني. يعني ايه، قسمي المكونات على حسب ما انتي عاوزة. هنا بقى جبت اللبانة بتاعتي، انا كنت يعني موهومة ان اللبانة دي بتاخد 2 كيلو، مش عارفة ليه. اللي زعلني ان هي اتوسخت بس كده. المهم فضيت كيلو ويعتبر كيلو ونص، ولقيتها لا مش هتكمل، لان هو محتاج اللبن لما بيبتدي يغلي بيبتدي يفور شوية كده، فهيبهدل الدنيا. فرحت نقلاه بقى في حلة تانية عشان تاخد الكمية كلها مظبوطة كده، وحطيته على النار هيغلي بقى، بس هوطي عليه عشان ما يشطش مني. اهم حاجة في الرز بلبن ما كل حاجة توطي عليها، عشان يعني ريحة الشياط ده هتضيع لك الوصفة كلها. اللبن غلي طبعا، فضلت واقفة جنبه كده لحد ما يغلي، عشان يعني الخسارة وحشة. رحت جايبة كيلو رز بلدي ماشي، ولازم تعايري كده عشان ما يبقاش الرز كتير وما يبقاش طعمه حلو. المقادير دي عشان تطلعي زي بتاع المحلات كده، بوشه المكرمش الكريمي، كل المواصفات اللي انتي بتاكليها بره هتطلع بنفس المواصفات اما تجربي الطريقة بتاعتي. غسلت بقى كوباية الرز مش بنقعه، انا دخلت عملته على طول كده مش بنقعه. دخلت غسلتها كويس وصفيتها، وابتديت بقى ان انا احطها في حلة. الرز بلبن، كل ما بتزودي اللبن وتقللي المية بيطلع معاكي النتيجة فظيعة. زودت كوباية مية عشان يستوي بس في الرز، ما زودتش كتير، بحيث ان هو على ما يستوي ويتبخر مش هيبقى فيه مية كتير. هنا بقى سيبته شوية وكنت بقلب فيه، وبرضه موطيه النار عشان الرز ما يشطش مني او يبقى فيه ريحة لسعة كده. وبعد ما استوى ابتديت بقى، شايفين اللبن القشطة اللي فوق دي، هو ده اللي انا عاوزاه بقى. القشطة الكاملة الدسم دي هي اللي هتودي لي الرز بلبن في حتة تانية. المهم بعد ما الرز استوى نزلت عليه بقى باللبن وقلبته تقليبة حلوة كده، وسبته برضو على النار، على نار هادية خالص. احنا مش مستعجلين على حاجة، احنا اهم حاجة بس عاوزين النتيجة تطلع مظبوطة. هسيبه بقى يغلي شوية، وعلى ما هو يعني المكونات كلها تغلي اكون انا عملت حاجة تانية. مشغلة الكاتل بقى عشان محتاجة مية سخنة، عشان ايه اعمل فيها خلطة كده. هنا العلب دي انا مخصصاها لحاجة الرز بلبن، يعني اروح سحباها كده لما باجي اعمل الرز بلبن، اروح سحباها عشان ما اقعدش ادور بقى في اكياس وده ايه وده ايه. لا، في علبة انا حاطة فيها لبن بودر، وفي هاخد منها 3 معالق. ماشي، اللبن البودر ده انا بجيبه سايب برضو من عند العطار، كل الحاجات دي انا بجيبها سايبة، ما بحبش الحاجات العلب والكلام ده. أه هحط 3 معالق منهم، وابتدي بقى اقلب كويس. طبعا المية دي زي ما قلت لكم كده مية دافية، عشان الحاجات البودر دي تتقلب بسرعة وتدوب بسرعة. والعلبة التانية فيها كريم شانتيه برضو سايب. هنا بقى انا بقلب اللبن كويس لحد ما البودر ده يختفي خالص، وحتى لون المية شايفين اتغير، ما بقاش هو اللون الشفاف بتاع المية. وهاخد 3 معالق برضو كريم شانتيه. طبعا انا غيرت المعلقة. لازم الحاجة اللي انتي التوابل بتاعتك او الحاجات اللي انتي بتجيبي من عند العطار يعني، ما تحطيش من معلقة لمعلقة لمعلقة عشان الحاجة ما تبص، خصوصا في الحر اللي احنا فيه ده. آه لازم يبقى كل حاجة مخصوصة للحاجة دي. وهنا خدت 3 معالق نشا، وهبتدي بقى اقلب. يعني 3 لبن بودر و3 كريم شانتيه و3 نشا،
هقلبهم كويس، 3 3 3 عشان ما تنسيش. هقلبهم كويس لحد ما البودر كله يختفي وكله يمتزج مع بعضه كده، وابتدي انزل بقى على الرز واللبن. ماشي، هي في حتت لسه ما دابتش، هي هتدوب مع السخونية اللي على النار وكده، هيدوب وكل الكلام ده كله هيختفي. طبعا الرز بلبن كل ما يعني ما تحاوليش المية تبقى كتير. اهم حاجة في الرز بلبن، هو اسمه رز بلبن مش رز بمية. فاللبن كل ما هو اللي مغطي على المكونات كلها، كل ما الرز باللبن بيطلع معاكي ناجح. هسيب بقى اللي على النار ده يغلي، طبعا برضو النار هادية خالص. وهبتدي بقى احط السكر. انا عيرت كوباية سكر، تمام، وابتديت ان انا اقلب، بس اما دقته كده لا، الرز بلبن دلع خالص يعني، ما فزودت كوباية تانية، بس ده ما جاش في التصوير. فالكمية دي محتاجة كوباية، يعني 2 كيلو لبن يبقى 2 كوبايتين سكر، لو كيلو واحد يبقى كوباية واحدة. هنا بقى قلبته كويس، وابتدى بقى اما دخل في السوا كده وفي الغليان، ابتديت انزل عليه بكيسين فانيليا وخلاص كده، وطفيت عليه وهبتدي بقى ان انا احطه في الاطباق. هنا بقى نزلت الاطباق وابتديت ان انا هغرف فيها، وهتشوفوا دلوقتي حصل معايا كارثة كده، بس يعني عدت الحمد لله ان هي جت على قد كده يعني. المهم يعني كنت المفروض استنيت الرز بلبن هدي شوية، بس قلت بقى لأ، الولاد قاعدين ومنتظرين، فقلت اخلص بسرعة عشان يلحق يبرد ويلحق احطه في التلاجة وكده، واعمل لهم اللي هم عاوزينه يعني. لو تشوفوا ان انا مسكت الطبق مرتين كده، لان وانا بغرف سمعت بوم، اللي هو ايه، بنتي واقفة ورايا فبقول لها انت خبطتي على الحيطة، انت رزعتي برجلك، تقولي لا يا ماما. طب بوم دي جت منين؟ على ما ركزت شوية لقيت الطبق الاولي، اول طبق انا غرفته طق السخونية، الطبق ما استحملش فاتكسر. انا يعتبر مش عارفة انا شلته ولا ما شلتوش. هما كده 5 اطباق، لا شلته لان هما 6. غرفت بقى الكمية كلها وسبتها بقى. طبعا لازم من اساس نجاح الرز بلبن ان هو لازم يبرد، ما ينفعش وهو سخن كده تحطيه في التلاجة. شايفين الطبق المكسور؟ قدر الله ما شاء فعل. هنا بقى الرز بلبن بارد خالص، وحطيته في التلاجة 3 4 5 ساعات. ماشي، وبعد كده بقى ايه، طلعته زي ما انتوا شايفين. يبقى الرز بلبن لازم يبرد، وبعد كده لازم نغطيه، انا عامله بستريتش راب، يعني ما تحطوهوش مكشوف، عشان الكرمشه بتاعت الرز بلبن بتاع المحلات هو ده هما بيعملوا كده، لازم يغطوه ولازم يبرد قبل ما يحطوه في التلاجة. خلصت، وشايفين بقى الكرمشه دي يعني حاجه كده بتفتح النفس على طبق الرز بلبن. هبتدي بقى ايه، الولاد عاوزين رز بلبن بالمانجا، نعمل لهم المانجا رخيصه ومفيش يعني اكتر منها في السوق، ربنا يزيد ويبارك يعني. جبت مانجا زبدية، هما ما بيحبوش الحاجة المسكرة قوي، يعني احنا ملناش في الحلويات قوي، بس قلنا حاجة ساقعة كده ترطب على قلبنا يعني. فجبت مانجا اللي هي الزبدية دي، ابتديت ان انا اقطعها، وانا بقطعها كده قلت لهم ايه يا ولاد، ما تتحمرش دي وتبقى مكان البطاطس يعني. المهم قطعتها مكعبات، يعني ما عملتش فيها حاجة خالص، قطعتها مكعبات. حتى قلت لهم بعد ما اقطعها مكعبات واحطها على وش الرز بلبن، احط لكم من فوق جيلي او عصير؟ قالوا لا احنا عاوزينها بس كده. انا لما بجيب من محل معين كده من شبرا، بجيب رز بلبن، بجيب بولة ايس كريم، واحط بولة الايس كريم على الرز بلبن، بحبها جدا. ايس كريم مانجا برضو، بس هم طلبوا شافوها على النت، يعني طلبوا المانجا تبقى مكعبات ومحطوطة كده بس. هنا بقى انا قطعت الكمية كلها، وهبتدي بقى اجيب الرز بلبن واشيل من عليه الاستريتش راب دي. مش هرمي الاستريتش راب لان انا هغطيها تاني عشان الوش ما ينشفش. شايفين الوش مكرمش ازاي؟ طبعا لو وصلتي لحد هنا متنسيش تحطي اللايك والاشتراك، ولو مش مشتركة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار. هنا بقى اوريكم الرز بلبن جوسي وكريمي ازاي. شايفين؟ شايفين يعني انا كنت عاوزه اكله وانا
وانا بوريهولكم كده، بس قلت لا احط عليه المانجا الاول. انا عامه ما اكلتش الرز بلبن بالمانجا اللي هي الكيوبس دي، لان ما حبيتهاش. انا عملت لهم هما اللي هم بيحبوه، لكن طبق الرز بلبن ما يبقاش طبق رز بلبن غير اللي هو امهاتنا كانوا بيعملوه ده. تحطي عليه زبيب، تحطي عليه جوز هند، تحطي عليه شويه سوداني على حسب اللي انت عاوزاه. حتى كان عندنا صوص كراميل وصوص شوكولاته كده، قعدوا يقولوا طب نحطه، لا ما نحطوش. قلت لهم لو هتحطوها هتاكلوا غصب عن عينيكم، مش هرميها يعني. قالوا لا طب نجرب المانجا بس الاول، وبعد كده نبقى نجرب الحاجات التانية. وما لحقناش نجرب الحاجات التانية، هي المانجا وحطيت على باقي الاطباق. يعني انا وباباهم كلنا اللي هو بالزبيب وجوز الهند، وهم كلوا بالمانجا. هحط بقى المانجا على 4، احنا قلنا نجرب في 4 بس عشان ايه ما تبقاش يعني، لو ما عجبتهمش ما يبقاش خسرنا كتير، عجبتهم بالهنا والشفا. انا بصراحة ما استطعمتهاش. المهم بس لازم تنفذي اللي ولادك عاوزينه، يعني احنا في اجازة سعيدة ولازم طلباتهم اوامر يعني. هنا بقى خلصت اهو، عملت 4 كاسات رز بلبن بالمانجا وهغطيهم طبعا. وهنا الطبق ده هحط عليه جوز هند وزبيب. طبعا الحاجات دي بتاعت رمضان، انا ما جبتش مخصوص، لأن الحاجات دي بتقعد من رمضان لرمضان، يعني بنسحب منها بالعافية. حتى الزبيب عشان كنا بحط الحاجات دي في الفريزر، حسيت ان هو ناشف سيكة كده، بس اما الطبق فضل بره شوية فك شوية. هنا بقى هحطه كله، ويبقى كده ايه بالهنا والشفا، اللي عاوز بالمانجا ياكل واللي عاوز بالزبيب ياكل. بس كان ما شاء الله ما شاء الله يعني، كان تحفة. احبكم في الله، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. وباي باي.